صباح السعادة. فيديو النهاردة بقى من فيديوهات التوفير. يعني لو عندك كده قشور برتقان، قشور ليمون، قشور استفندي، اوعي ترميه. اعملك بقى وصفة هايلة. بصي بقى، انا بجيب اي قشور موجودة عندي، ببدأ ان انا احتفظ بيها في كيس وارميها في الفريزر. بعد ما اجمع كمية بالشكل اللي حضرتك شايفاها، باخدها كده على طول واغسلها تحت الحنفية واحطها في اي حلة موجودة عندي. كمية طبعا اللي موجودة عند حضرتك. حلة واغطيها بالمية وارفعها على النار. شايفين اي قشور برتقان عندي؟ مش قلتلكم هبهركم؟ يعني هبهركم. وصفة النهاردة بقى هتكون عندي، بصي، معجون سحري هايل. هتضيفيه بقى على السايل، هنعمل بيه بقى صابون ببواقي الزيت المستعمل. بس بصراحة هيعجبك جدا جدا وهتنافسي بيه اشهر المحلات. قشور الليمون بقى غلت بالشكل حضرتك شايفاه، هبدأ ان انا احطها في شفشق الخلاط وافرمها فرم يكون ناعم بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنا لو احتجت مية عادية عشان تمشي الخلاط، اوعي تقولي لا زودي مية عادي، مفيش اي مشكلة. انا هنا كنت هعمل صابون مواعين، وكنت هوريكي صابون بعايره بالكوباية بالمج. اي مج عندك، كبير صغير، مج شوربة، مفيش اي مشاكل بالنسبة لي. وهنا برضو تقدري ان انت تحتفظي بالمعجون اللي انت شايفاه ده باي حاجة. يعني ممكن ان انت تعملي معيار للصابون. انا قلتلك ان هعمل معاكم الصابون بالمج العادي، فتقدري ان انت المج اللي هتشتغلي فيه تعايري كده مج من المعجون اللي انا بقولك عليه ده تحتفظي بيه في الفريزر، عشان لما تيجي تعملي الوصفة تبقى مكوناتك جاهزة على العمايل على طول. على فكرة في ناس تانية بقى بتغسل قشور الليمون ده وبتستخدمها بديل للفانيلي، بتبقى بجد هايلة، بس تشيلي منه القشر الابيض. وقشور الليمون اللي انت شايفاها دي قشور كويسة، مش وحشة خالص، يعني احنا محتفظين بيها نظيفة. فتقدري تغسلي بيها الطيور، تقدري تحطيها كده وانت بتغسلي الفراخ او البط، بصراحة برضو بتبقى هايل. انا هنا بقى حطيتهم في قوالب تلج وبدأت ان انا اعملهم على شكل مكعبات بالشكل اللي حضرتك شايفاه. زي ما قلت لك، لو جيتي تغسلي فراخ او تغسلي سمك، تاخدي مكعب من قشور الليمون وتحطيه في مادة النقع، بصراحة بتبقى هايلة. وانت بتغسلي الحمام بتحطيه على المنظفات، برضو بتبقى هايلة. صابون المواعين وانت بتغسلي حطي مكعب من قشور الليمون ده، بصراحة برضو بيديكي نتيجة هايلة. اغسلي بقى بيه حنفياتك، اغسلي بقى اي حاجة. يعني المكعب اللي انت شايفاه ده اهو كنز موجود عندك في البيت، فلازم تستغل. كلنا كنا بنرميه، لا النهاردة هنستغل. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تحبوا بعض.